ما تشترطش على ربنا يعاقب الظالم ازاي وامتى، ولا تشترط يلطف بيك ازاي وامتى. ربنا بيدبر منظومة عظيمة جدا بحسابات دقيقة جدا جدا ومعايير تانية خالص عقلك نفسه مش بيدركها. عادي تلاقي اللي ظالمينك مكملين وناجحين، وده مش مقياس على أي حاجة. إذا كانوا اللي نسوا ربنا تماما، ربنا قال فيهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الدنيا مش دار حساب، وده مش معناه إنك تعيش مقهور فيها، معناها إنك تستسلم وتثق في عدل الله ولطفه بيك وبيهم هم كمان. ما هم ليهم أفعال كتيرة طيبة غير ظلمك وبس، لكن حقك محفوظ ووجعك متشاف، وربنا بيربي كل واحد بطريقته، وربنا ما بينساش. حتى لو وجعك هدي وحتى لو انت نسيت، لكن ربنا مش بينسى. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. ما تركزش معاهم، مش هترتاح ومش هتعرف تستشعر لطف ربنا بيك. واستشعارك للطف ده ممكن يبقى قمة الطمأنينة والنصر الحقيقي اللي مستحيل ظالم يوصل له. انت وهم بشر من ملكوت الله، وهو بصير خبير بكل الخبايا، فسيب ربنا يظبط لك حياتك على طريقته ومنهجه. وهي دي العبرة الحقيقية من الاختبارات دي كلها. هتكمل في المنهج وتشتغل على نفسك، ولا هتسيب اللي وراك وتنشغل بيهم وتحاسبهم بدل ربنا، وكمان هتشكك في عدله ومستغرب سايبهم ليه؟ لو بس اطمنا، لو اطمنا صح لربنا، حسابات كتيرة قوي في الدنيا دي هتفرق. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. دمتم بخير.